ازيكم يا جماعة. فيديو جديد. نتكلم فيه عن ماتش انتر بولونيا. الأول تحية خاصة ل 12 واحد اللي عاملين سبسكرايب، وتحية لكل اللي هيشوف الفيديو دوت، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان. ويا رب إن شاء الله كده يكون شهر خير على كل الناس، وإن شاء الله كده دعواتنا لأهلنا في غزة ربنا يتقبلها في الشهر الكريم ده. ولو عجبك الفيديو ممكن تدوس لايك، أو ممكن تعمل اشتراك في القناة. لو في حاجة ممكن تتحسن ممكن في الكومنتس وكده. نخش في الماتش. انتر بولونيا. انتر لعب مباراة. انتر دلوقتي بقى كل ماتش بيلعبه بقى بيثبت لنا حاجة. يعني انتر امبارح أكد على موضوع ان ال 11 لعيب اللي بيبتدوا اي ماتش للانتر هو 11 حل. هم 11 لعيب ممكن يخرجك من اي موقف. تمام. نشوف لو اخر 3 ماتشات اللي لعبهم الانتر في الدوري: لعب قدام اتلانتا، لعب قدام جنوا، لعب امبارح قدام بولونيا. خلينا نفكر ونشوف مين اللعيبه اللي جابت الجون اللي فك الماتش. هنلاقي اللعيبه دارميان، اصلاني، وامبارح بيسك. ده ان اكد شيء ياكد لك ان دي لعيبه انت لا يمكن تتخيل ان هي تجيب اجوان اصلا. يعني او دي لعيبه انت لما بتيجي مثلا تقول انا هقفل على الانتر، هلعب مثلا مان تو مان، همسك الثلاثه بتوع النص، همسك مختاريان باريلا، هقفل على الوينج باكس، هقفل على المهاجمين. بس بتلاقي دارميان اللي انت مش متوقع ان هو له دور هجومي بيجيب جون. اصلاني اللي هو رقم 6 وما بيزيدش بيجيب جون. امبارح بيسك بيجيب الجون. ده ان اكد شيء ياكد ان انتر هو فريق عنده 11 لعيب، عندهم 11 حل، اي حد يمكن يعمل اي حاجه في اي وقت. اللامركزيه والتبادل الادوار اللي بيعمله الانتر بيعمله بطريقه عجيبه. يعني امبارح في الجون بنشوف ازاي باستوني هو اللي بيرفع الاوفر من ناحيه الشمال، ونبص مين في منطقه الجزاء. بنلاقي في منطقه الجزاء دارميان وبيسك وسانشيز، في الوقت اللي ممكن يكون مدافعين بولونيا ماسكين فيه ترام، مقفلين فيه على مختريان وباريلا، قافلين على كارلوس اجوستو. الكلام ده كله بتلاقي المنظر مختلف خالص. يعني حتى لما الكاميرا بتجيب الجون من ورا بتلاقي اخر لعيبه في الملعب هو مختريان وباريلا. تمام. اللامركزيه بيعملها الانتر بطريقه انسيابيه وانسجام عالمي. آه، وسانشيز بيقوم بدور يعني لا يمكن تجاهله. يعني امبارح سانشيز بيقوم بدور لو طاروا في الجون. حتى أنا شفت ازاي نزل لنص الملعب، هو اللي استلم الكوره وقت ما كان باريلا وهكان ومختريان مقفول عليهم. نزل استلم الكوره، لف بيها، اداها لكارلوس اجوستو اللي راح على الخط وخد معاه 2 مدافعين، فضل مساحه خالص لباستوني، رجع له الكوره. الراجل طبعا اوفرات باستوني وكراته الطويله مش هتكلم عنها. اوفر. دارميان دخل بس شغل الناس، جه بسك من ورا زي الصاروخ، حط الجون وخلاص الماتش خلص. انتر يستمر في الابهار. انتر انزاجي. ان شاء الله يوم الاربع مباراه مهمه جدا لموسم الانتر، مباراه العوده قدام اتلتيكو مدريد. اعتقد ان انتر جاهز فنيا وبدنيا وذهنيا لمباراه زي دي. واعتقد اعتقادي الشخصي، وهنتكلم عن الماتش ده قبلها، بس اعتقادي الشخصي ان انتر هيعمل هناك نتيجه اكبر من اللي عملها على ملعب الميلان، في ظل تدني مستوى اتلتيكو لسه امبارح لعب بالتشكيل الفول تيم بتاعه قدام قادش وخسران 2-0. وغالبا جريزمان مش هيلعب. وخيمينيز غالبا برضه هيغيب في الدفاع. فهم بيعانوا من نقص في التشكيل. اعتقد ان انتر ان شاء الله يعني هيعدي الاتليتيكو، وان شاء الله يبقى في فيديو بعد الماتش. وان شاء الله اخر الاسبوع ده هيبقى في فيديو ربنا يدينا العمر هنتكلم فيه على كل ال7 انديه الايطاليه اللي بتشارك في شامبيونز ليج، يوروبا ليج، كونفرنس ليج، ونشوف عملوا ايه، ونشوف الكلام ده كله، ونتكلم عن روما واللي دروسي عملوا في روما. فان شاء الله الفتره الجايه هيبقى فيها فيديوهات اكتر كلها عن الدوري الايطالي.